ونشوف دلوقتي الاختيار التالت، البوكس الاحمر او البينك ده، حطوا طاقتكم فيه. نشوف مشاعره ايه. ايه سبب الانفصال؟ طاقة الشخص حاليا. طيب، مبدئيا انا شايفة هنا اللي دخلوا الاختيار ده، في منكم العلاقة دي ممكن تكون انتهت عن طريق انفصال بقاله كتير، او مفيش تواصل نهائيا ما بينكم وبين بعض لمجموعة منكم كبيرة منكم. شايفة كمان ممكن يكون الشخص ده انتوا بعد الانفصال ممكن يكون انتوا ارتبطتوا وهو ارتبط لمجموعة برضو منكم. شايفة مجموعة توأم شعلة أو روح قليلة جدا، هي في حالة برضو مراقبة من بعيد، لكن مدية ظهرها. ممكن تكونوا انتوا هاربين من الشخص ده، أو بتطردوا الشخص ده. طيب، مبدئيا انا شايفه الشخص ده ممكن يكون في طرف تالت برضو عنده في حياته. شخص شايفاه هو كان في حب وتعلق، لكن حاليا انا شايفه ان هو ممكن يكون ادى ظهره ليكم وراح لطرف تالت، او ابتدى حياه جديده، او ابتدى حب او قصه حب جديده. شايفاه حاليا مجمد مشاعره تجاهكم نهائيا، وممكن يكون مجموعه كبيره منكم برضو في بلوكات، في سلاطة لسان، في خناقات، في مشاكل كبيرة ممكن تكون وصلت للقضاء، او مشاكل كبيرة كمان ما بينكم، خناقات كتيرة، سلاطة لسان، غلط في بعض، ممكن يكون شتايم، عنف ما بينكم، حصل عنف جسدي ما بينكم، في خناقات كبيرة ما بينكم. الشخص ده مش خلاص، اللي هو عارفين الشخص اللي هو اما بقفل من حد مش عاوز يتكلم تاني. لو انتم توأم شعلة، الشخص ده متردد، مش عارف يكمل في العلاقة ولا يبعد عنها، مش عارف من جواه هو عاوز ايه. لسه لحد الآن ما اكتشفش من نابع نفسه، ما عندوش اكتشاف ان دي علاقة ممكن تكون حقيقية. ممكن يكون عنده عقد نفسية كمان من الطفولة الشخص دوت. مم. عنده عقد نفسية من الطفولة، أو أم، أو أخت معقدينه
او عنده مسببين له عقدة من الطفولة. الشخص ده ما بينه وما بين نفسه كمان، لو الانفصال ده عدى عليه وقت كبير، الشخص ده ممكن يكون شاف حياته مع طرف تالت نهائيا، وخلاص حط عائق ما بينك وما بينه، وبقى فيه بلوكات. وحتى لو تصادف ممكن وشافك، ممكن يكون عاوز يتخانق معاك، عاوز يكسر قلبك وخلاص، عاوز يضايقك او يضايقك وخلاص. لكن شايفة عنده طرف تالت بالفعل، وممكن يكون هو ادى ظهره للعلاقة نهائيا وقفل الصفحة من حياته، وبدأ قصة جديدة أو حياة جديدة وتزوج. أو الشخص ده لو انتم توأم شعلة، الشخص ده جامد حاليا في المشاعر ما بينكم، أو بيطاردكم حاليا وانتم اللي بتهربوا، وعنده مشاكل نفسية ومش عارف يكمل معاكم ولا يستمر. مش عارف يحدد لكم برضو العلاقة دي فيها ايه، مش عاوز ياخد خطوة الزواج، مش مستقر الشخص ده عاطفيا كمان حتى. طيب، مشاعره انا شايفاه شخص يعني هو متردد ما بين ان هو يكمل العلاقة او ما يكملش. ده لو انتم توأم شعلة. شايفة كمان في انجذاب جسدي ما بينكم عالي جدا، وكان في غيرة كمان ما بينكم عالية جدا، وممكن تكون الغيرة دي تسببت سلاطة لسان او مشاكل او عنف كمان جسدي ما بينكم. يعني حتى الانجذاب ما بينكم لو انتم توأم شعلة. لو مش توأم شعلة والعلاقة دي انتهت اوريدي بالفعل، كان في الانفصال، كان في ما بينكم عنف جسدي ونفسيا، مش مش مرتاحين، لا هو مرتاح حاليا معاكم ولا انتم مرتاحين. العلاقة دي لو كانت مترسمة وحصل طلاق، كان في ممكن يكون عنف جسدي ما بينكم، غلط، سلاطة لسان. لو توأم شعلة، انا حاسه ان في توأم شعلة، او حاسه ان في حد جايلي من المجموعه الخضراء او الزرقاء دخل برضو عشان يتأكد، وخاصه من المجموعه ممكن تكون الخضراء. يا ريت برضو تبلغوني في كومنت. شايفه دايما غيور الشخص ده، اصلا بطبعه غيور، وانتوا كمان غيورين عليه. هو شخص متعب برضو، وممكن يكون هو حاسس ان انتوا بتكذبوا عليه دايما، بتخدعوه، دايما بيشك فيكم. الشخص ده شايف ان هو اداكوا مهلة للعلاقة كتير، وانتم رفضتوه. يعني وانتوا برضو يعني اداكوا فرصة مرة واتنين، وانتوا كنتوا غامضين ممكن يكون معاه، او مش موضحين له ان يعني العلاقة هتمشي ازاي في حالة عكسية القراءة. الشخص ده بالنسبة له انتوا بالنسبة له كنتوا فرصة بقى. يعني انا شايفة هنا في شغف، وبرضو كونكت جسدي، انجذاب عالي كان جدا ما بينكم، وخدتوا فترة في حياته، والشخص ده بعد يعني وانفصل. هو كان دايما شايف ان العلاقة هتفشل على طول، دايما كان شايف ان العلاقة ما بينكم هتفشل مش هتكمل، وهو اصلا ما كانش عنده نية ان هو يكمل العلاقة دي. يعني اللي مجموعة كبيرة منكم، انا شايفة الشخص ده ما عندوش نية ان هو كان يكمل اصلا العلاقة دي. انا طبعا اسفة على اللي انا بقوله، بس دي الحقيقة. لو منفصلين وكان في اطفال وانفصلتوا، هو كان طبعه صعب جدا. الشخص ده ممكن تكونوا انفصلتوا عن طريق قانون، وكان في محاكم ومشاكل كبيرة جدا. انا شايفة ان هو كان عاوز يستقر، بس كان يستقر باسلوبه مش باسلوبكم.
او هو كان معترض على شاكك في خداعكم، او ما كانش مرتاح للعلاقة من الاساس. يعني خد فكرة الاستقرار كانت بتسرع وتردد، ما كانش عنده حل تاني. ممكن تكون انتوا الشخص ده كان مثلا وحيد، او كان ما فيش حد جنبه، وانتوا ظهرتوا في حياته، فحس ان هو ان انتوا هتكملوا حياته، يعني هتكملوا حياتكم مع بعض. كان الاحساس بمجرد تعلق فقط بيكم، سواء جسديا او تعلق بفكرة ان انتوا بتعوضوا حد من اسرته فقط. طايش وسلبي الشخص ده، طايش وسلبي، وممكن يكون كان بيخدعكوا، او كان بي يتهجم عليكم في الكلام، او يتهجم عليكم جسديا. شكاك، انا شايفاه غيور جدا، كان بيغير اصلا منكم وبيغير عليكم. يعني هو من الشخص، من النوع اللي بيغير منكم وعليكم. الشخص ده كان عنده عقدة نفسية، ممكن يكون عقدة من الأسرة، أو زي ما قلت عقدة من الأسرة، أو عقدة من الطفولة، من أم، أو ما خدش الرعاية الكافية وهو صغير. فحتى ما كبر ما كان تصرفاته مش تصرفات سوية. شايفة كمان ممكن يكون كان مدمن مخدرات، او كان بيعمل اعمال سحر، او كان بيتهجم او بيستخدم العنف الجسدي معاكوا كتير. هو سلبي، هو من الشخص انا شايفاه حاليا الشخص اللي هو يدي سلبية وبرضه يعمل سلبية. يعني هو يديكوا سلبية ويقول لكم انتوا اللي تعبيني نفسيا، وهو في الحقيقة شخص اصلا تعبان نفسيا، همجي، مخادع في الكلام، خاين، بيكسر قلب اللي قدامه ممكن بكلامه، جريء جدا في كلامه لدرجة ان هو ممكن يكسر قلبكم. يعني انا حاسة كده من الطاقة اللي وصلت لي ان هو شخص ممكن يدمر حياته بايده. كمان عنده طاقة عند رهيبة، يعني اللي هو بيعند في كل شيء، يعند معاكم وممكن يعند ان هو يوصل العلاقة للانفصال. كمان سوء معاملة كانت ما بينكم، او هو فاكر ان انت اللي عملته سوء معاملة، او هو اللي عاملك سوء معاملة. لو توأم شعلة، انا شايفة الشخص ده حاليا لسه في مرحلة الانجذاب، لسه محتاجكم ان انتوا تصبروا شوية. آم، مش عارف ياخد قرار، الشغف مسيطر عليه، مش مخليه عارف ياخد قرار. ممكن يكون كمان شاف طرف تالت، او في عنده طرف تالت حاليا بيفكر فيه، او بيقارن ما بينك وما بين الشخص ده آه، حاليا، لو انتم توأم شعلة. لان انا في طاقة وصلت لي ان في كمان توأم شعلة، بس نسبة بسيطة. طيب سبب الانفصال انا شايفة كمشاعر، قلنا كانت معتمدة على الشغف، معتمدة على الغيرة، تعلق، دايما حطك في وضع مقارنات. هو بس كان عاوزك في حياته عشان مفتقد ممكن عيلة، أسرة، مفتقد الحياة الأسرية. لكن كان بطبعه أنا شايفاه غدار وخاين يعني. أو ممكن كمان يكون لمجموعة منكم كان في أب برضو مش معيشه الحياة الأسرية، فكان عاوز ينطلق بعيدا عنه بأي طريقة. طيب تعالوا نشوف هنا ايه سبب الانفصال. سبب الانفصال انا شايفة ان من كتر المشاكل ما بينكم حصل زي فضايح كبيرة، حاجة تخص السمعة، بقى خلاص يعني بالمعنى ان بقى الناس تتكلم كتير عليكم في العلاقة دي.
بتتكلم عن مشاكلكم، تتكلم عن ان انتم انفصلتوا، بتتكلم عليكم كتير. حسيتوا ان هو ممكن يكون جه عليكم في الكلام، او حاول ان هو يسوق سمعة ليكم، سمعة في عمل، او سمعة في سمعتكم، او حاول ان هو يجي عليكم بالكتير. شايفة كمان من ضمن اسباب الانفصال ان هو شخص دايما بيحطك في وضع مقارنات او متردد، مش عارف ياخد قرار. مش عارف ياخد قرار، بيحط لك دايما عقبات في حياتك، بيحط لك عقبات ان هو يرسم العلاقة، دايما غيور، دايما في غيرة، دايما في انجذاب. لو انتم توأم شعلة عاوزك بس الانجذاب الجسدي فقط. آم آم مم. لكن مش عاوز ياخد خطوة الاستقرار برضو، مش عاوز يوازن اموره وياخد خطوة الاستقرار. او لو في كمان طرف تالت، لو انتم توأم شعلة وفي طرف كمان تالت عنده اوريدي، مش عاوز يتنازل عن الطرف التالت، ومش حابب لحد الان ان هو ياخد خطوة في العلاقة. شايفة كمان في اطفال، يعني انا شايفة المجموعة من المنفصلين وكنتم متزوجين في اطفال. شايفة الشخص ده بيسعى اصلا ايه ماديا، يعني هو اصلا ممكن يكون كان باصص عليك لاستغلالك ماديا او استغلالك جسمانيا. المجموعة منكم الشخص ده ممكن لو توأم شعلة لسه برضو ما حصلوش صحوة، او مش عاوز ياخد خطوة الزواج او يتوازن ويفكر بالعقل في العلاقة. عاوز تصرفاته تكون همجية، وقت ما يعوزكوا يلاقيكوا فورا، اللي هو بيستغلكم استغلال مادي او جسدي. شايفة البعض منكم ممكن يكون سبب الانفصال الشخص ده ممكن يكون مدمن شيء، او عنف، عنده عنف جسدي، بيضربكم، بيمد ايده عليكم، او عنده ادمان لكحول او مخدرات. او عنده كمان ادمان للعلاقة الجسدية بطريقة مش طبيعية. هو كان بموجب يعني كان بيديكوا سلبية، وبي متهور ومعاكم وهمجي، وما عندوش اسلوب، وكان مهمل كمان، يعني حتى كمان مهملكم، او انتم اللي كنتوا مهملينه. كان في هنا اهمال لحد فيكم، او في العلاقة عامة كنتم مهملين فيها، مش متحملين، او شخص كمان مش متحمل مسؤولية. وهنا شخص مش متحمل المسؤولية، على طول سلبي، على طول همجان، على طول سلاطة لسان، عنف جسدي، استغلال، لحد ما انتوا قلتوا كفاية بقى العلاقة خلاص لحد هنا برضو، وكفاية. الشخص ده سابكوا في نص الطريق، يعني ما ما خلاكوش يعني لا كمل العلاقة، معظمكم سابكوا في نص الطريق. هو شخص كان اناني شوية، بيحب نفسه شوية، شخصية قيادية، عاوزة هي اللي تمشي الامور، هي اللي تمشي كل شيء بايديها، مفيش حد يكون ليه، مفيش فرصة كمان للمناقشة.
ولمجموعة منكم ممكن يكون سبب الانفصال برضو كان طرف تالت سابكوا وراح له. انا شايفة ان نصايحكم في العلاقة دي، انا شايفة عامة هو كحب، مش حب مليون في المية. الشخص ده ما كانش اعتماد وحب عليكم، يعني ما كان، انا اسفة، ممكن يكون اتعلق بيكم جسديا او اتعلق بيكم كعلاقة زواج، لكن او كعلاقة، لكن ما، وكان دايما بيقارن ما بينكم وبين شخص تاني، او دايما متردد، مش عارف ياخد خطوة، او مش عارف يفهم يعني ايه العلاقة، وايه هل دي علاقة جد، وهل فعلا انا بحب الشخص ده فعلا، ولا انا متعلق بيه؟ طب المفروض اعمل ايه مع الشخص ده؟ لا، هو شخص سلبي وهمجي وطايش، وكان بموجب بس التعلق فقط، او الاستغلال الجسدي او المادي. حتى في طريقته وهمجيته وطريقة كلامه وأسلوبه وجمدانه لمشاعره كده وديكتاتوريته اللي هو ممكن لبعض منكم يكون واخدها بالوراثة، أو متعقد منها من الطفولة، مأثرة عليه نفسيا، ومأثرة على تصرفاته، ومأثرة على أسلوبه، همجيته، سلبيته، إدمان لو مدمن، أو عنف جسدي كمان لو بيحاول إن هو يمد إيده، لا، مأثرة عليه نفسيا جامد. والغيرة طبعا المفرطة، لان هو شخص كمان غيور وشكاك، او انتوا اللي غيورين وشكاكين، يعني في طرف فيكم غيورين وشكاكين. طيب الرسالة هنا، النصيحة هنا بيقول لك ان في تغييرات جاية في مستقبلك، فحاول تبص للتغييرات اللي جاية دي. لو انت بتحاول ان انت عاوز تبعت للشخص ده رسالة، فبيقول لك ما تحاولش ان انت دلوقتي تبعت الرسالة، بص للتغييرات اللي جاية بعد كده لو انت توأم شعلة. بيقولك حاول ان يكون في الامان والاستقرار، ان الشخص ده خلاك تفقده وخلاك تتعب بالطريقة دي. فكرة رجوعك للشخص ده او تفكيرك في الشخص ده تاني هيخليك واقف في نفس المكان، مش هيخليك تتقدم لقدام وتعمل تغييرات في حياتك. كمان دي نصيحة، بيقولك العزلة والانطواء، حاول تبعد عن الشخص ده، الشخص ده مش مناسب ليك. هو لو دخل حياتك بالفعل، يعني او لو انتوا حاليا موجودين مع بعض، يعني بالفعل هيوترها. لو انت دخلته تاني في حياتك هيوتر حياتك. فكر في اللي جاي، فكر في اللي جاي هيجيلك ايه، فكر في المستقبل، فكر في التغييرات اللي جاية بعد كده. كمان بيقولك ان انت خلي بالك الشخص ده هيسرق وقتك وهيسرق طاقتك، وممكن يخسرك خسارة مادية، او ممكن كمان يخسرك حاجات انت بتحبها كتير. فوجود الشخص ده في حياتك هيسرق من عمرك كتير. بيقولك كمان ان دايما الشخص ده بيعمل تصرفات في الخفاء، يعني خلي بالك هيعمل لك قلق في حياتك، وهيدمر لك حياتك، وهيعمل تصرفات كمان في الخفاء من وراك. مش هيبقى شخص بيحب اسرته وملتزم الالتزام التام لاسرته. لو فكرت ان انت ترجع للشخص ده هتخسر كتير. الرسالة دي لو لتوأم الشعلة فقط بس، لو انت بتفكر تبعت للشخص ده رسالة، طارو هنا بيقولك ما انصحكش ان انت تتكلم مع الشخص ده دلوقتي، حاول ان انت تسيبها كده على الله، والطرف التالت هيبعد واحدة واحدة، وهيرجع لك تاني الشخص دوا، وهيكون في تغيير جاي قريب، وهيكون في بداية جديدة، والشخص ده هيرجع
مش هيحس ان هو مرتاح مع الطرف الثالث. لمجموعة قليلة منكم، عشان هنا في دخلوا طاقة برضو توأم شعر. تعالوا طيب نشوف ايه اللي جاي. وايه خطوته اللي جاية، وهل في رجوع ولا لا. طيب احنا قلنا في هنا نسبة قليلة جدا توأم شعر، قليلة جدا. طيب اللي هم حاليا لسه في كونكت جسدي ما بينهم، او في اشتياق للشخص ده او حنين وعاوزين يرجعوا تاني، هم اكيد هيعرفوا نفسهم اول ما اقول توأم شعر، عاوزين يرجعوا للكونكت الجسدي تاني. هو هنا بيقول لك ان في قناع هتشوفه خلال الفترة اللي جاية. لو انت توأم شعلة بيقول لك ان في اشارات وعلامات بتجيلك وانت مش واخد بالك، في اشارات بتحذرك من الشخص ده حاليا، ومن العلاقة حاليا، ان انت ترجع او من ان انت تتصالح مع الشخص دوت. حرر نفسك دلوقتي من العلاقة، وواحدة واحدة القناع اللي الشخص ده لابسه هيتغير. حتى لو في طرف تالت ثق ان هو هيرجع. لو العلاقة دي مش توأم شعلة بقى، انا شايفة ان الشخص ده اوريدي راح لطرف تالت، لمجموعة كبيرة منكم خلاص اوريدي الشخص ده انفصل عنك وابتدى حياة جديدة وعيش حياة جديدة. فانت هتخش، لو دخلت العلاقة دي هتكون انت اللي عاوز تخش، لكن هو مش عاوز يخش، هو خلاص اوريدي اكتفى بالطرف التالت. اللي هيجي من الشخص ده مش هيجي غير خداع ونفاق فقط، ده لو رجع. مع ان انا شايفة ان هنا مفيش رجوع، انت بس اللي مقيد نفسك، انت بس اللي بتفكر في الشخص ده. الشخص ده خد قرار جذري وغير حياته واتجه لطرف تالت، وانت برضو مصمم عليه. لمجموعة قليلة جدا منكم اللي هم توأم الشعر اللي انا بقول عليهم، الشخص ده لو كان في طرف تالت، العلاقة دي محتاجة منك ان انت تغير اسلوبك، تغير تفكير فيه، تغير ان انت تحرر نفسك من العلاقة، تبتدي تشوف ايه المعوقات، تبتدي نسيب مشاكل كده والامور كده لله، لحد ما الامور تمشي في الوضع الصحيح. في اشارات بتجيلك لو انت توأم شعلة، في علامات، في احلام، في اشارات بتجيلك ان الشخص ده توأم شعلتك وانت مش واخد بالك. اما بقى لو انتم منفصلين عن قضاء ومنفصلين بقالكم فترة كبيرة جدا، والعلاقة دي علاقة عادية، انا شايفة ان اوريدي دخل فيها طرف تالت، مفيش رجوع. لو حتى بعتلك ممكن مسج، بس ما ظنش، انا مش شايفة هنا علامات تؤشر للرجوع خالص، لان في خداع، في خيانة، في خلاص ان هو خد قرار وتأيد بعلاقة وتأيد بطرف تالت. انت اللي مقيد نفسك بس في العلاقة وبتفكر فيها، فما تحاولش ان انت تأيد نفسك في العلاقة ولا تفكر فيها. شايفة في اختلاف ده يعني واضح جدا في عاداته، في تقاليده، في اسلوبه. شايفة كمان برضو ممكن يكون في اعتراضات من الاهل. الشخص ده مختلف عنك، كمان ممكن يكون في الديانة. شايفة كمان ان اوريدي اتفرض عليه طرف تالت. شايفاه مفيش رجوع. لكن لو انتم توأم شعلة وهم زي ما انا قلت هتكونوا عارفين نفسهم، فسيب الامور تمشي كده في مجراها الطبيعي، سيب المشاكل تعدي، وهيجيلك اشارات وهيجيلك دلائل كمان، وهتتأكد ان ده توأم شعلتك لو انت مش متأكد، او هيجيلك دلائل ان او حد بيساعدك، او في اشارات او في رسائل من الكون بتجيلك، او بتشوف علامات رقم بيتكرر، حلم بيتكرر للشخص ده، ده دليل ان هو توأم شعلتك. لكن انا مش شايفة لو علاقة طبيعية ان في امل لرجوع الشخص ده. انا شايفة الشخص ده ادى ظهره نهائيا،
ما تعقدش، ما تعلقش نفسك في حبل دايب عشان ما تخسرش. حاول تركز على الاسلوب والطريقة اللي دخل بيها الشخص ده في حياتك، عشان هي الدليل الواضح، واللي عمله كمان معاك عشان هي الدليل الواضح ان الشخص ده خداع، مش بيحبك من الاساس. جاتلك برضو علامات وجاتلك اشارات وانت اديتله فرصة مرة واتنين، او هو اللي ادالك فرصة مرة واتنين. كان جايلكم علامات ان العلاقة دي هتفشل، وفشلت فعلا وحصل انفصال. في مفيش مؤشرات هنا لرجوع الشخص ده تاني، الا فقط لتوأم الشعلة اللي انا قلت عليهم، وهم اكيد هيعرفوا نفسهم من القصة والكلام اللي هينطبق عليهم. مم. تعالوا كمان نشوف ايه الرسائل. عاوزة اشوف الابراج. عندنا هنا برضو الجوزاء والميزان، عندنا الأسد، عندنا الجدي، وبرضو عندنا العذراء، وعندنا الدلو، وعندنا السرطان والحوت. عندنا الثور، عندنا العقرب، والجوزاء والجدي اتكرر كذا مرة، وقلنا الحوت والجوزاء. سرطان وحوت وعقرب. عندنا جميع الطاقات. الطاقات النارية برضو، الثور موجود، وقلنا الأسد. طاقات هوائية، طاقات هوائية بشدة، يليها نارية، يليها ترابية، يليها مائية. تعالوا نشوف الملايكة، عشان هنا كمان قلنا لو العلاقة دي علاقة طبيعية وحصل فيها كل الكلام ده، مش توأم شعلة، علاقة عادية، فبيقول لك انت على استعداد. لو انت خدت قرار الانفصال اوريدي مش عاوز ترجع للشخص ده، فبيقول لك انت على استعداد. الشخص ده فعلا ممكن يكون كان بيخدعك، او انت خدعته، ايا كان، لكن انت على استعداد الانفصال، وهتعدي المراحل دي وهتناضل خلال الفترة اللي جاية. فبيقول لك انت قوي وعلى استعداد ان انت تاخد الخطوة. بيقولك لو انت بتفكر ان انت ترجع للشخص ده دلوقتي، او ترجع له، او انت تبدأ الحديث معاه، فهو بيقولك غير مرجح. لو انت عاوز كمان تتواصل معاه، حتى لو انت توأم شعلة او مش توأم شعلة، فبيقولك غير مرجح، مش مرجح ان انت تتكلم مع الشخص ده تاني. هنا كمان
تالت رسالة بيقول لك اختار اتجاه جديد، choose a new direction. اختار اتجاه جديد في حياتك. خلاص لو انت انفصلت وخدت قرار الانفصال، ابدأ حياة جديدة، ابدأ حياة جديدة بعيدا عن الشخص ده، في اتجاه جديد في حياتك. بصله، ما تحاولش ان انت تكون طايش، حاول ان انت تسامح الشخص دوا وتعزل نفسك عنه. انت معاه مش هتكون مستقر عاطفيا. وزن امورك وحاول ان انت تكون عندك حدث ووعي باللي حواليك او باللي عمله، وتبتدي ان انت تبعد عنه وتحتفل بعيد عنه وتشوف طرف تالت وتناضل. لو انت عاوز كمان تدور على فرصة تانية، ما تحاولش ترجع للعلاقة. لو انت بتفكر ان انت تمشي في موضوع محاكم مع الشخص دوا وتحاول ان انت تواجهه وتحاكمه كتير، فبيقولك برضو مش مرجح. لو انت توأم شعلة او غير توأم شعلة بيقولك مش مرجح. بيقول لك ask your angel، حاول تسأل ملائكتك او حاول تسأل ربنا، استخير ربنا في الشخص ده. ربنا هيديلك علامات ان الشخص ده كويس ولا وحش، هيديلك علامات في العلاقة دي الشخص ده راجع ولا لا. فبيقول لك حاول تسأل ملائكتك او تسأل ربنا الشخص ده كويس ولا وحش. لو انت توأم شعلة فبيقولك برضو اسأل ربنا وحاول تتقرب لربنا عشان ربنا يحقق لك امنيتك لو انت توأم شعلة. كمان في رسالة بيقولك ليس الوقت مناسب. يعني لو انت عاوز برضو تفكر ان انت تتكلم مع الشخص ده زي ما انا قلت، الوقت مش مناسب. عاوز ان انت تبين له ان في معجبين، بيقولك الوقت مش مناسب. لو انت بتفكر تراقب الشخص دوا، بيقولك برضو الوقت مش مناسب. حتى لو انت توأم شعلة وفكرت تنفصل عن الشخص دوا وتحط له عقبات في الطريق، فبيقولك الوقت برضو مش مناسب. let go، اتركه. لو انت توأم شعلة فبيقولك سيبه وسيبها على ربنا وما تقلقش. لو انت مش توأم وثق في حدثك ان الشخص ده هيرجع. لو انت توأم شعلة. لو مش توأم شعلة بيقول لك خلاص اترك الشخص دوا وابعد عنه. الشخص ده اوريدي ممكن يكون استقر فعلا مع شريك تالت وبنى أسرة، فسيبه وما تتواصلش معاه وما تحاولش ان انت تتكلم معاه تاني واصبر. انت كمان هيجيلك رزقك وربنا هيعوضك. عوض عن الشخص ده لو انتم مش توأم شقق. لو انت اللي متردد ولسه الشخص ده وحشك، فبيقولك اتركه لان الشخص ده ممكن يكون كان بيستغلك ماديا فقط. او لو هيرجع فقط للاستغلال او يخدعك فقط، وهيفضل الطرف الثالث موجود. ابعد عن او سيبه او ابعد عن فكرة ان انت ترجع للشخص ده. في حالة قلنا لو توأم شعلة فقط، فهو بيقولك ما تحاولش ان انت تتكلم معاه واسأل ربنا. ربنا هيحقق لك اللي بتتمناه وهيعدي لك المرحلة دي، وهتعدي المرحلة دي ان شاء الله بسلام، وهتسيطر على نفسك وعلى مشاعرك وعلى حنينك للشخص ده بالصبر والصلاة والتقرب الى الله. وبيقول لك كمان لو انت توأم شعلة ثق في حدثك، او خد بالك من الاشارات اللي ربنا بيديها لك في العلاقه، لان بالك ليكوا كلكم بان لكم الشخص ده كويس ولا وحش. يعني انتوا برضو جات لكم علامات واشارات الشخص ده كويس ولا وحش. احنا قلنا شخص هجومي كمان في كلامه، حتى وانا بكتب الرساله بتاعته هجومي، جريء جدا،
صعب كمان في اسلوبه. طبعا انا هعتذر عن اللي انتوا بتسمعوه. هو بيقولك حبك كان ذكرى، انا منكرش ان انا حبيتك وصبرت كتير عليك، وكنت بديلك فرص عشان العلاقة دي تنجح، حاولت ارفع من شأنك كتير، كنت متعلق بيك جدا، لو خدعتك او كسرت قلبك او خنتك او عملتك بسوء معاملة فكان رد فعل لتصرفك معايا وصلتني للملل، انت اهملتني كتير، انا تركت كل شيء لاجلك، وانت بعتني وتعبتني كتير، كتر المشاكل خلتني ابعد وابدأ حياة جديدة، انا استقريت في الحياة الجديدة واستقريت مع شخص حبني وحبيته، كان لازم اخد قرار الانفصال عشان ارتاح واريحك، صديت نفسي عنك كتير وما زلت بصد نفسي عنك لأجل احترامي لذاتي. طبعا انتوا فاهمين يعني ايه احترامي لذاتي. كلمة لا اعترف بيها، سامحني ارجوك، ما تحاولش تفتكرني، اعتبرني وقت وذكرى وعدت، ابدأ حياة جديدة وشوف حياتك ارجوك. ده كانت رسالة الشريك. طبعا انا بعتذر، كلام صعب وجارح، واتضح برضو من الرسالة ومن اسلوبه، لسانه السليط، الهمجية، الجرأة في التعامل. فانا بعتذر لكم. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس، انا مؤمنة ومتيقنة ان هيكون نجاحي بيكم ان شاء الله. يا ريت تكتبوا لي ارائكم، ما تبخلوش عليا برأيكم في كومنت بالقراية. اشوف وشكم بخير الحلقة الجاية ان شاء الله مع طاروت الروح مع دعاء.